الناس فاكره ان بصمه الاصابع هي اعلى مستوى الامان، والفيس اي دي هو اعلى منه كمان. بس ما حدش يعرف الحقيقه ان البيانات البيومتريه زي البصمه والوجه ممكن تتسرق وتتنسخ عادي جدا. ولو انت مش مصدقني وهتدخل تكتب كومنتات تقول لي ايه اللي انت بتقوله ده، تعالى اقول لك شويه امثله. سنه 2015 مجموعه باحثين قدروا ياخدوا بصمه وزيره الدفاع الالمانيه من صوره اتنشرت ليها وبتشاور بايديها، طبعوا بصمتها بماده شفافه وقدروا يفتحوا موبايل مشابه. في مكتب اسمه مكتب اداره الموظفين الامريكي اسمه او بي ام، ده في 2015 حصل هجوم عليه الكتروني، سرقوا حوالي 5 مليون بصمه لموظفين حكوميين ببياناتهم، ودي بيانات ما بتتغيرش واتسربت بالكامل. في تقرير طلع سنه 2019 في شركه اسمها تنسنت سكيورتي، قالت ان 40% او 40 نوع من الموبايلات اللي في السوق الصيني بيخزن البيانات بصوره مشفره، لان المفروض البيانات اللي هي البيومتريه زي البصمه وزي الوش المفروض ان هي بتتخزن بطريقه مشفره. في نوعيه او في 40 نوع موبايل ما بيتخزنش فيهم الكلام ده، وبيتخزن بطريقه مكشوفه، يعني اي حد ابلكيشن ليه صلاحيات يقدر ياخدها بمنتهى البساطه. طيب ازود لك كمان على الموضوع ده كمان، في بعض الابلكيشن بتتطلب او بتطلب منك الفيس اي دي والبصمه وهي مالهاش علاقه بالسكيورتي خالص، وبتاخد الحاجات دي تسيف عندها وبتبدا تستخدمها في حاجات تانيه خالص. في تطبيقات كمان بتقلد زي خدمات بنكيه او حجز تذاكر طيران، تطلب او بتدي واجهه برضو ان هي تاخده بالفيس اي دي او البصمه، وبياخدوا البيانات دي وبعد كده يستخدموها ضدك انت في حاجه اسمها السبوفنج، او ان هو يقلدك في ان هو يقدر ياخد بيانات خاصه بيك انت. تمام. الخطر حقيقي فين؟ الخطر ان الحقيقي ان بصمتك مش زي الباسورد خالص، لان انت ما فيش حاجه اسمها غير بصمه، لو اتسرقت خلاص انت اتصرفت، يعني انا لازم ما فيهاش حل. وكمان ان البصمه دي في بعض تقارير طلعت ان كل اغلب البصمات اللي بيحصل لها التسريب ده كله بتبقى موجوده في مكان اسمه دارك ويب، في ناس تانية بيستخدموها بيانات مزيفه في اعمال تانية خالص. ولحد دلوقتي الموضوع يمكن بقى مش يعني مش منتشر